السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا ده بقى الحواوشي بتاعنا، بجد كان طالع روعة جدا، والخلطة بتاعته حلوة جدا، وبجد اختراع. وطبعا طعمه في منتهى الجمال، واللحمة بتاعتنا ما كشتش ولا اي حاجة خالص زي ما احنا ما بنجيبها من بره، بجد ونظافة وطعم وريحة وجودة فعلا مية مية. هنشوف دلوقتي مقاديرنا عملناها ازاي وبأقل التكاليف. فعلا عملنا حواوشي عظمة. اول حاجة هنا معانا في المفرمة بتاعتنا بصل وفلفل حامي، وحطينا كمان الدهن الكلاوي او اللي هي حسب ما انت المادة الدهنية اللي انت هتحطيها ايه. فرمنا بقى الكلام ده كله مع بعضيه في قلب المفرمة، بس مش هنصفي المية بتاعته. ليه؟ علشان خاطر هنحط الفول الصويا بتاعتنا، احنا مش نقعينه كويس، يعني مش مخليينه طري قوي. والعيش بتاعنا برضو احنا مخليينه مش طري قوي. فالميه اللي في قلب البصل هي ديت اللي هتطري لي العيش وهتطري لي الفول الصويا. دلوقتي احنا حطينا البهارات بتاعتنا. البهارات بتاعتنا عبارة عن بهارات لحمة وكبابة صيني ورق رول، وكل دوت حطيناه كده مع بعضيه مع سنة من الملح، ودمجنا كل الكلام ده كله مع بعضه. يعني حطينا الفول الصويا وحطينا العيش وحطينا البهارات وحطينا البصل والدهن الكلاوي بتاعنا اللي احنا استعملناه، واي مادة دهنية انت تستعمليها مع الفلفل الحار. حابة ان انت تستنى عن الفلفل الحار مفيش اي مشكلة. هنبتدي بقى ننزل بالكلام ده كله في قلب البولة بتاعتنا، بس ان ننزل الاول كل حاجة في قلب المفرمة بتاعتنا، عشان بعد كده هنبتدي ان احنا نحط اللحمة المفرومة بتاعتنا. الطريقة دي كمان تنفع للكفتة، يعني ممكن نحط رغيفين عيش كده بدل فول الصويا، او بدل اي حاجة تاني انتوا حابين تحطوها. احنا دلوقتي العيش البايت بتاعنا بقى هو الاساس في اي وصفة احنا بنعملها، سواء حواوشي او كفتة. يعني احنا دلوقتي العيش بتاعنا مش هنرميه تاني خالص خالص. هنبتدي ان احنا نعجن بقى كل الخليط ده كله في قلب بعضه لغاية لما يديني كده خليط متماسك. طبعا انا كان عندي نص كيلو لحمة مفرومة، وما حطيتش النص كيلو لحمة كله، انا بس شلت قطعة صغيرة لان الصراحة كانت عندي في قلب الفريزر والقطعة ديت ما فكتش معايا. هنجيب كده بقى العيش بتاعنا، وهنبتدي ان احنا نحط اللحمة المفرومة بتاعتنا في قلب الرغيف زي ما بنعمله عادي خالص. عايزين بقى بالطريقة دي ان احنا نحطه على بعضه ونبتدي ان احنا نشيله في قلب الفريزر، مفيش اي مشكلة، هيدينا برضو طعم حلو. ده طبعا للناس اللي هي عايزة تشيل الحواوشي او بتعمل اكلها بالاسبوع، مفيش اي مشكلة، بجد هيدينا طعم حلو جدا جدا الخلطة دي. بس انتوا بس استعملوها وشوفوا نتيجة العيش معاكم في قلب الخلطة ديت، هتديكم نتيجة حلوة جدا جدا. طبعا اللي حابب طبعا يكتر كمية اللحمة اللي في قلب العيش مفيش اي مشكلة. انا بالنسبة لي بحب الرغيف بتاعي يكون وسط تمام، ما بحبش ان هو اخليه مليان قوي، لاني ساعات بحط معاه جبن. الرغيف الاولاني طبعا مرضيش يتفتح معانا، بس ده طبعا كده الحمد لله اتفتح اهوت، لان برضو العيش بتاعي كان في الفريزر وطلعته. انا اصلا كنت حيرانه كده اعمل اكل ايه النهارده، فقلت لا، انا عندي لحمه مفرومه وعندي عيش بايت، اكيد طبعا مش هرميه، انا هحطه في قلب اللحمه بتاعتي. زي ما قلنا لكم العيش البايت بقى معانا ترند، هيطلع معانا ان شاء الله في كل الفيديوهات بتاعتنا، يعني مش هنرمي اي عيش بايت خالص. شايفين طبعا العيش طالع من الفريزر طري اكننا لسه جايبينه من الفرن. فالناس بقى اللي حابه تخزن الحاجات دي بجد بتوفر لك وقت ومجهود، يعني ممكن يوم كامل تعملي فيه كفته حواوشي وتشيليها، فهتوفر معاكي جامد جدا. كده احنا خلصنا العيش بتاعنا، هنحمره عادي خالص في نقطة من الزيت على الطاسة من فوق، وهنبتدي ان احنا نديله لون من الوش ده والوش التاني، وباذن الله الوصفة بتاعتي هتعجبكم وهيطلع معاكم حلو جدا. وهقول لكم من الفيديو دوت للفيديو الجاي. هسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.